نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا من خلال زينة. ودلوقتي فقرتنا عن فن الجرافيكاتير، هو فن أكيد بيجمع ما بين الجرافيكس والكاريكاتير. مزيد من التفاصيل هنلتقي بيها من خلال لقائنا مع الكاتب الساخر وفنان الجرافيكاتير الأستاذ فيليب فكري. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أستاذ فيليب، يا ريت حضرتك تدينا فكرة أكتر عن فن الجرافيكاتير. يعني أنا استنتجت من اسمه جرافيكس وكاريكاتير. تمام. وإيه كمان؟ اقول لحضرتك هو انا اساسا برسم كاريكاتير ومن صغري، يعني متربي مع استاذ مصطفى حسين. وبعد كده دخلت في مجال الجرافيك. لقيت ان ليه ما نربطش بين الرسم العادي الكاريكاتير والجرافيك، فقلت اجرب يعني. فرحت عامل الفكره دي ان انا ارسم كاريكاتير باستخدام الكمبيوتر. دي جديدة، ده حاجة مبتكرة. فقلت اعملها واشوف ايه النتيجة، يعني هل الكلام ده كويس او كده. وابتديت اعرضه على ناس. طبعا الفنانين الرسامين بيبقى في واخد موقف بينه وبين الكمبيوتر، يعني مش كل الناس بتقبل استخدام الكمبيوتر زي الخطاط كده. فقلت يعني شيخ الرسامين طبعا والكبير بتاعنا استاذ مصطفى حسين، فقلت اعرض عليه الكلام ده اشوف هل الكلام ده كويس ولا لا. فلقيت استاذ مصطفى حسين شجعني جدا وقال لي ده ابتكار صحفي وده لازم يتسجل ولازم يبقى له. يعني حضرتك اول ما نستخدم الجرافيكاتير الجامعه ما بين الجرافيكس والكاريكاتير ما كانش موجود قبل كده؟ لا. طب ده هايل. هي فكرة. طب احنا معانا صور على البلازما ممكن نقدر نشوفها اهي. تمام. ده استخدامه بشكل الكاريكاتير العادي، شكل نكته. هنا وزير رئيس الوزراء السابق، والناس تحت بيقولوا له احنا هنا، انت مش سامعنا، انت مش شايفنا، وهو مش فوق. مش هو فوق في برج عالي. في صور تانية اكيد عقبال ما نشوف الصور التانية. طيب يعني اهي برضو ده السيد رئيس الوزراء ومجهودات الحكومه في مواجهه الكوارث. بيقول احب اطمن الساده المواطنين ان احنا عندنا دلوقتي احدث الاساليب العلميه لتجميع الاشلاء واستخراج الجثث ومش عارف وهكذا. طب انا شايفه من الصوره ديت حضرتك عامل فيها لايرز مثلا او طبقات على بعض، القطر وبعدين عليه صور تانية وهكذا. تمام. لكن الرسمه الشخص ذات نفسه الوش حضرتك بترسمها كاريكاتير وبعدين تحطها على الكمبيوتر، يعني تقنيه لا تنفيذ الصورة. هو ده تحديدا الجرافيكاتير. يعني الخلفيات طبعا صور عاديه. هو تحديدا ده الجرافيكاتير. وفي بعد كده في بورتريهات يعني هتوضح اللي بقوله لحضرتك اكتر. ده رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق. هو اللعبه احنا دلوقتي البورتريه الكاريكاتير عباره عن المبالغه في شيء في المبالغه في التفاصيل يعني. فنفس اللي بعمله بايدي بالرسم العادي هو اللي بعمله باستخدام الكمبيوتر، بس عن طريق استخدام بروجرامز معينه. البروجرام المشهوره العاديه يعني اللي كل الناس بتستخدمها، يعني الفوتوشوب العادي. بس بنفس الفلسفه بتاعت رسم الكاريكاتير. ان انا دلوقتي لو هرسم يعني كاريكاتير هعمل ايه، هبتدي ازاي، هنا ايه اللي هبالغ فيه. وانت لما بتقرر ترسم شخصيه ما او بورتريه، ايه اول حاجه يعني بتلفت نظرك او بتقول هي دي اللي لازم ان انا ابالغ فيها؟ حاجه مميزه، مش شرط حاجه وحشه او حلوه. يعني حاجه مميزه. ممكن تلاقي حد مثلا عينيه عاديه جدا لكن مميزه بشكل معين. هي دي اللي بتجيبه، يعني اللي لما اجي اعمل كاريكاتير وحد يشوف العينين يعرف على طول يوديني للكاركتر ده او الشخصيه دي. وطبعا مع المبالغات، يعني لو حد انفه كبيره شويه يا سلام ماده خصبه فرصه حلوه جدا. وهكذا يعني المبالغات في الوش، حتى مهما كانوا، خصوصا الوشوش الجميله. يعني لما يبقى حد جميل بيطلع منه كاريكاتير جميل. يعني فكرك انا مش عارفه ليه حاسه الكاريكاتير ده على طول بيشوش. لا بالعكس انا يعني في حاجات برضو احنا عايزين نشوف صور اكتر لحضرتك. انا يعني معظم فنانين مصر عملتهم ده كان حاجه اسمها دوري الكواكب، كان بعملها في مجله الكواكب، فيها شخصيات الفنانين كلهم. وعملت من خلالهم دوري، كان دوري موسم سينمائي يعني بين الافلام وكده. صور تانية، احنا مستنيين صور تانية نشوفها.
نهائي دوري الكواكب اللي كسبوا ده اللي في النهائي. وبستخدم بقى كل كاركتر بالشكل بتاعه حسب الفيلم مثلا او حسب الحدث يعني. طب الكاريكاتير بتاع حضرتك بنشوفه فين؟ في الكواكب، في مجلة الكواكب؟ في الكواكب وكان في مجلة كل الناس قبل كده، وفي جريدة وطني، وعلى النت موجود كتير. احنا لسه مع دي برضو حوارات كنت بعملها مع فنانين، او معظم الفنانين يعني عندهم لوح من عندي يعني من جرافيكاتير ومبسوطين بيها قوي. فحته ان حد يلاقي، بالعكس ده انا بلاقي لو عملت ده مثلا. كنت مع الفنان خالد صالح، هو بيفكر يعمل دور شخصية السادات. فساعدته يعني ان اوري له شكله بمكياج السادات يبقى عامل ازاي. هي دي مش جرافيكاتير صرف يعني، لكن هي ازاي نركب الوش وازاي نعمل المكياج، وايه اللي عملت زي دراسة يعني هو محتاج ايه عشان يبقى شبه السادات، ايه الاجزاء اللي في وشه اللي محتاجة تظبيط مكياج يعني. طب ده هايل، لانه هو ده ممكن يخدم جامد جدا في الفن يعني بالزبط. خاصة انه لو حد عايز يأرخ لشخصية ما ويقدمها من خلال اعمال فنية ممكن يستخدمه. طب دور حضرتك ابتكرت الفن ده هو الجرافيكاتير، دورك بقى انك توصله وتنشره وتعلمه لاجيال قادمه بحيث ان هم يقدروا يعني يكون في مدرسه جديده في هذا الفن اسمها الجرافيكاتير. حضرتك هتعمل ايه؟ هو يعني قبل ما يبقى دوري هو دور حضراتكم يعني. احنا عاملين دورنا يعني انا عشان كده تمام يعني. انا مبسوط ان احنا بنتكلم عليه النهارده. انا يعني استاذ مصطفى حسين كان بيساعدني ان احنا نسجله في حقوق الملكيه الفكريه. ده لازم. الموضوع ما كانش سهل. يعني دخلت في المزانق دي، تعبت بصراحه، لان مش سهل ان انا اشرح انا بعمل ايه. يعني ايه الابتكار ده وشكله ايه وبيعمل ايه. فتهنا في الموضوع ده شويه. سجلته في شهر العقاري كابتكار يعني وبس. على قد ما اقدر من خلال الصحف والانترنت. ان شاء الله باذن الله يلاقي استاذ مصطفى حسين. استاذ مصطفى حسين. ده اللي اقصد، ده الجرافيكتير بقى الصرف، اللي هو الوش ده نفسه كله باستخدام الكمبيوتر يعني، ما فيهوش مش راسم بايدي. طب ازاي؟ انا برضو عايزه افهم ازاي بتمسك الريشه وترسم يعني الكاريكاتير. كلنا شفنا يعني الفنانين بيمسكوا الريشه ويبداوا يرسموا. حضرتك بترسم ازاي بالماوس بتاع الكمبيوتر؟ يعني هي اقول لحضرتك تفصيليا اكتر. هو اللي بيشتغل في الجرافيك بيبقى قادر يتحكم في اللايرز. انا عندي صوره ببتدي افصل اللايرز بتاعتها، افصل العينين وافصل المناخير وافصل البق وهكذا، وابتدي اتحكم في كل حاجه باستخدام الاساليب الجرافيك يعني في الكمبيوتر. ابتدي اتحكم في حجمها في شكلها، ابتدي. لكن الصوره بتبقى عندك اصلا سيفد على الكمبيوتر؟ يبقى زي ما انا فاهمه صح يعني. انا كنت فاهمه انك بترسم بايدك على الكمبيوتر. في حاجات مثلا في مثلا شعر او تحديد او حاجات برسمها بايدي باستخدام ادوات الماوس يعني. طب هيفا بقى لو شافت الصوره دي مش هتزعل؟ شافتها طبعا. هي نزلت في الكواكب يعني شافت. طيب لو في صعوبة؟ بالعكس، انا لقيت معظم الفنانين بيفرحوا اكتر بالحاجه الجرافيك اكتر من العادي، لان او الكاريكاتير عموما يعني. دي مجموعه صور فنانين ويعني اكيد طبعا فيها ابتكارات. هنا شبه اينشتاين شويه، عاملوا هنا شبه اينشتاين. ممكن. هايل. طب دلوقتي يا استاذ فيليب، يعني لو عايزين ننشر اكتر او ننشئ مدرسه لتعليم فن ينزل في جرايد وفي صحف تانية على مجرد تركيب صور كمان، مش على اللي انا بعمله. يعني لو حد بيركب صوره وش مثلا على جسم حد تاني ومش عارف ايه، ودي بقت كتيره قوي، بقى يكتبوا جرافيكاتير كذا. فبرضو ده مش هو اللي انا بعمله، وفي الاسم يعني استخدموه يعني. فمحتاج فعلا ان يحصل التسجيل في حقوق الملكيه الفكريه.
بعد كده الموضوع يتشاف اكتر عشان الناس تقول رايها اكتر، يعني هل فعلا الحاجه دي كويسه، هل فعلا الكلام ده عاجب الناس وشايفينه انه ممكن يبقى ابتكار صحفي فعلا ولا لا. وبعد كده الناس كتيره جدا لما يشوفوه هم من نفسهم، انا في ناس بتكلمني وتسالني وبيتعمل ازاي وبشرح لهم وكده، هم من نفسهم من خلال النت كمان، يعني التواصل جامد قوي. طب استاذ فيليب، فن الجرافيكاتير مع حضرتك قبل 25 يناير وبعد 25 يناير، يعني حضرتك كنت بتقدم ايه قبل كده وبعد كده بقيت تقدم ايه؟ قبل 25 يناير كانت الفرصة حلوة قوي وأوسع وأكبر، إن إحنا عندنا مجال كتير جدا للسخرية والانتقاد، وده اللي بيعتمد عليه فن الكاريكاتير. الحكومة مليئة بالانتقادات وبالسلبيات اللي ممكن أعلق عليها وممكن أعمل عليها شغل حلو قوي كجرافيكاتير أو ككاريكاتير عادي يعني. بعد 25 يناير احنا ما زلنا في مرحله اللي هو مش عارفين، يعني انا بعد 25 يناير ما عملتش حاجه لحد دلوقتي جرافيكاتير. اولا انا اعتمادي الاساسي على الكاركترات، على الشخصيات. فما عنديش متاح من الشخصيات اللي اشتغل عليه. يعني ان الحكومه احنا ما شاء الله كل يوم يعني وكمان الحكومه الحاليه مش ملاحقين ننتقدها، يعني لسه بنشوف. والحكومه السابقه خلاص بقت ما اقدرش انتقد حد هو دلوقتي اذا كان في سجن يعني او في ضعف، فخلاص يعني فمتهيألي كل ما يبقى فيه سلبيات كل ما الكاريكاتير ينتعش. ويا رب انا نفسي يجي يوم يعني ما الاقيش حاجه انتقدها، يعني نفسنا نشوف اليوم ده. انا بشكر حضرتك في نهايه لقائي، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان حضرتك تقدر ان انت تسجل فكرتك بفن الجرافيكاتير ان شاء الله باذن الله، واهلا بيك معانا. ميرسي لحضرتك، اشكرك جدا. ميرسي. مع كل مشاهدينا هنطلع مع بعض وهنشوف تقرير لسيده انجليزيه هوايتها جمع مقتنيات العائله المالكه في بريطانيا، وطبعا ده اكيد هيكون تقرير جميل جدا. وبعد كده هنرجع مره ثانيه مع حضراتكم وهنشوف هدى، وهدى هتتكلم على موضوع هام جدا هيخص السيدات وخاصه الفتيات اللي ممكن يكونوا في بدايه حياتهم